من تحت رمال جزيرة مهجورة تبدأ حياة جديدة من بقايا الموتى. هذه الشواطئ هي مكان ولادة جنس من الزواحف القديمة، وتعد هذه الشواطئ مثل الجحيم، البقاء فيها يؤدي إلى الموت، غير أن المكان الوحيد للنجاة منها يؤدي إلى فكي وحش. القروش النمرية تنتظر وابلا من آلاف المسافرين. تقطع هذه السلاحف الخضراء المحيط الهادئ بخوف كبير، فهي تشكل فريسة سهلة. غير أن الجانب الإيجابي لدى السلاحف هو غريزتها الفطرية التي خلقها الله عليها وعددها كبير. تحول معركتها التقليدية كل سنة قطعة الرمال المعزولة والمحمية هذه إلى منطقة حرب طبيعية. تشكل هذه الجزيرة المغطاة بالعظام مكانا مخيفا لحياة جديدة، ولكن تجد هنا سلاحف تقيم عشها في هذه المنطقة أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، وكل سنة تعاود الكرة من جديد وكأن أسلافها تناديها. فتعود هذه السلاحف الخضراء من المحيط الهادئ إلى مكان لم تره منذ ولادتها. وبالنسبة إلى البعض فهي هجرة تبعد مسافة 2500 كيلومتر، أي تبعد 1500 ميل من مكان طعامها في المياه الدافئة إلى شمالي وشمال شرق أستراليا. ومن المحتمل أن يكون بعضها قد بدأ رحلته منذ أكثر من سنة. ما يرشد سلاحف البحر هو جهاز مغناطيسي خاص بها، ويدفعها حبها للتكاثر إلى الهجرة عبر البحار منذ أكثر من 100 مليون سنة. وعلى طول الطريق تتلاقى الذكور والإناث وتبدأ عملية التودد. ولكن بالنسبة إلى الإناث بدأت معركة إنجاب حياة جديدة. وبعد مرور شهر تكون مستعدة للذهاب إلى الشاطئ لتضع بيضها، فهي تخزن ما يكفي من المني لتضع العديد من البيض طوال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومع اقترابها من مكان الوضع من المحتمل أن يكون ما يرشدها هو رائحة المنزل المميزة. وتجد هناك جزيرة من الرمال والمرجان اسمها جزيرة رين. لما تجذب هذه المنطقة السلاحف الخضراء أكثر من سواها في العالم؟ وهنا على حافة الإفريز القاري تصل المياه العميقة والمغذية إلى سطح الحيض البحري العظيم بسبب التيارات المادية. تجد في هذه المياه الغنية العديد من العوالق والسمك، وهي أكثر انتشارا هنا منها في أي مياه استوائية أخرى، كما تساعدها التيارات التي تغذيها على نشر صغارها في البحر المرجاني والمحيط الهادئ. إنه المكان المثالي لإطلاق جيل جديد إلى الحياة. وعندما يتسابق سمك السرجون للتكاثر تنبض المياه بالحياة بكل معنى الكلمة. ولكن هذه الحياة تجذب الضواري. تجد أعدادا من قروش الحيض البحري البالغة سنة من عمرها غنيمتها ومخبأها في انحدارات جزيرة رين المرجانية. كما أن قروش المياه المفتوحة تسبح هنا مثل تلك التي تلحق بأبي مطرقة. لكن هذه الطوارئ لا تشكل سوى القليل من الخطر على السلاحف القادمة.
ستكون من المشاهدين وتحارب من أجل فضلات القتلة، ثم ستنقض على الصغار التي لا حول لها ولا قوة. لكن الافتراس ليس الخطر الوحيد هنا، فستقدم الجزيرة ويقدم حيدها البحري مخاطر من نوع مختلف جدا. في عام 1844 بنى الأسطول البريطاني منارة تساعد البحارة على تخطي الحيط. كانت الجزيرة تجذب عمال المناجم والصيادين، ولكن هذا لم يدم طويلا، وما تبقى منهم هو أعداد من قطع سماد الغوانوف، عندما كانت الجزيرة مصدرا غنيا بالسماد الذي تجمع من مخلفات الطيور على مر القرون. أما اليوم فتعتبر جزيرة رين إحدى المناطق الأهم لتكاثر الطيور على طول الحيد البحري الشاسع، وتتعارك كل سنة طيور الأطيش وطيور الفرقاط لتسكن في المنطقة الجرداء من الجزيرة. وتقيم الطيور الاستوائية ذات الذيل الأحمر أعشاشها طوال السنة، وهي تجد مخبأها في جرف حجارة الجزيرة الكلسية وزواياها. أما بالنسبة إلى السلاحف غير المتنبهة فتعتبر هذه الحجارة نفسها أفاخا مميتة، مما يجعل من الجزيرة مقبرتها بالإضافة إلى كونها دليلها. ولكن لا شيء سيحبط عزيمتها، وستقف قريبا وجها لوجه مع كل ما ستقدمه الجزيرة من أخطار. إيان بيل هو ضابط بحث عن الحياة البرية، وهو يهتم بتكاثر السلاحف، وقد جاء ليدرس تحركات الأنثى بين زياراتها للجزيرة لوضع البيض. حتى الآن لا يوجد سوى أعداد قليلة من المقيمين طوال السنة على الجزيرة، أما الإناث فهي في طريقها إلى الجزيرة. جاء إلى هنا عالم الأحياء البحرية ريتشارد فيتزباتريك ليدرس القروش النمرية التي تجتمع هنا كل سنة. ما زالت المعلومات عن القروش الاستوائية مجهولة، بما فيها معالم هجرتها. أصبح ريتشارد في العام المنصرم أول إنسان في حيد أستراليا البحري يضع راصدا لقرش النمري. بعد مغادرة القرش جزيرة رين استمر ريتشارد في رصدها 3 أشهر، حتى تم التقاطها وقتلها بواسطة شبكة صيد على بعد 1600 كيلومتر أو 1000 ميل. للحصول على صورة واضحة عن معالم هجرتها على ريتشارد أن يرصد المزيد من القروش فترة أطول، وتعد جزيرة رين المكان الأمثل لإيجاد العديد منها. وكما هو اسمه المحير المرتبط بالأرض، حيوان ضار ومحير. توجد القروش النميرية في أنحاء محيطات العالم الاستوائية، وهي تستطيع أن تقطع في اليوم الواحد مسافة تبلغ 80 كيلومترا أي 50 ميلا من دون أن تتوقف سوى لتناول الطعام. عادة تعيش هذه القروش حياة وحيدة، ولا يجتمع بعضها ببعض إلا عندما يحين وضع بيض السلاحف. وبدأت بعض الإناث بالوصول. من المحتمل أن تكون هذه السلحفاة المجروحة فريسة لقاء مع قرش، وتقودها غريزة التكاثر، وهي لديها أقوى من غريزة الخوف إلى مصيرها. تعتبر جزيرة رين في الصيف موطن عشرات آلاف طيور البحر. تتعدى الحرارة كل يوم 40 درجة مئوية، أي ما يعادل 104 درجات على مقياس فahrenheit. ولكن الطيور لديها وسائل لتحمي نفسها، فيعزلها ريشها عن حرارة الشمس، ولمزيد من التبريد تقوم الكبار بنفض أعناقها مثل الكلاب. أما الصغار فلا بد من أن تجد وسائل أخرى، تبحث عن ظل بالقرب من أهلها أو بين الأعشاب. ومن دون هذا الظل تلجأ الصغار إلى النوم على منقارها ورجليها، وذلك للاستفادة إلى أقصى حد من أي نسيم بارد.
ولكن أينما ذهبت يطاردها شبح الموت. قد تكون جزيرة رين ملجأ، إلا أنها مكان قاس بالنسبة إلى المقبلين على حياة جديدة. وتوجه الطيور الكبيرة معاركها الخاصة. تعد طيور الفرقاط قراصنة الجزيرة، فهي تحوم فوق الشاطئ لتنقض على الطيور العائدة إلى موطنها. وطيور الفرقاط هذه إما تخطف مباشرة الطعام من الطيور الأخرى، وإما تحملها إلى أعلى لتلتقم بالأرض وتبصق ما التقطته. ومع نهاية النهار تبدأ معركة جديدة. تخرج السلاحف من مخبئها عند برودة المساء، فهي معتادة الحياة في المياه الاستوائية، لذا أجسادها لا تتأقلم مع حرارة النهار المرتفعة. قد يكون التوقيت مناسبا، لكن المد عقد الأمور بوضعه حاجزا من الصخور. يمكن للسلاحف التي تختار المكان والزمان قد يصل وزنها إلى 180 كيلوغراما، أي إلى 400 باوند. بعد حياة طويلة ونمو بطيء، قد تكون هذه المرة الأولى التي تقصد فيها السلحفاة اليابسة منذ أن فقست هنا، ربما منذ 50 سنة. ستكون هذه المرة الأولى التي تحس فيها بقوة الجاذبية الحقيقية. من المفترض أن يستغرق حفر العش ووضع مجموعة من البيض ساعة أو ساعتين، ولكن يعرف عن الأنثى أنها تحفر مرات عدة، وتستغرق الليل بطوله لتجد رمالا ذات ظروف جيدة لتضع البيض فيها. فإن كانت الرمال جافة جدا ينهار العش في أثناء الحفر، وإن كانت رطبة جدا يعاني بيضها نقصا في الأكسجين. تحفر السلحفاة المستعدة للوضع مكانا واسعا لجسدها، ثم تستخدم أطرافها لتجوف بلطف غرفة لبيضها. ولا تضع بيضها إلا عندما تروقها الغرفة. وتقوم استراتيجية تكاثرها على مبدأ بسيط: العدد، فهي تضع بين 75 بيضة و100 بيضة. إذا لم يكبر من بين كل البيض الذي وضعته في حياتها سوى 2، تكون بذلك قد أنجبت بدل نفسها وزوجها. وهي تعتمد على دفء رمال جزيرة رين لتهتم بالبيض، وإن سار كل شيء على ما يرام ستفقس خلال 2 إلى 3 أشهر. وبعد 13 يوما ستكون مستعدة لملء عش آخر، وهي قد تضع بضع مجموعات من البيض بغض النظر عن الفصل، وستبقى بجوار الجزيرة لتضع البيض إلى أن تستعد للرحيل. قد تبقى هنا خلال الأشهر 3 المقبلة. في عام 1975 وجد هنا في ليلة واحدة أكثر من 14,000 سلحفاة، أما الليلة فلا يوجد سوى 1500 سلحفاة تقريبا. إن أغلبية المعلومات التي نعرفها عن تكاثر السلاحف الخضراء تأتي من دراسات هذه الزيارات القصيرة إلى اليابسة، أما معظم حياتها وهو الوقت الذي تقضيه في المياه فلا نعرف عنه شيئا. يأمل إيان بيل أن يلقي بعض الضوء على هذه المرحلة المجهولة من حياتها. قد تمر سنوات قبل أن يراها أحد هنا، ولكن إيان يقوم بقياسها وبوضع علامات عليها للتمكن من تحديد معدل نموها الطويل المدى.
ولمعرفة تحركاتها في أثناء وجودها هنا يوضع راصد للعمق على ترسها بالإضافة إلى علامة صوتية تحدد مكانها. ستبين هذه الأدوات مكان السلحفاة في المياه وستسجل التفاصيل عن عمقها، ونأمل أن يحصل على التسجيلات عندما تعود لزيارة الشاطئ مجددا، ولكن يمكن أن يحدث الكثير من الأمور خلال 13 يوما. عند شروق الشمس على كل سلحفاة تحفر عشا أن تعود إلى المياه قبل أن ترتفع حرارة الشمس خلال النهار، ولكن الأمر ليس دائما بهذه السهولة. قد يحول المد المنخفض البيوت في الحيض البحري إلى حاجز من الأعشاب المرجانية المتحجرة التي لا يمكن اختراقها، وبانتظار هدوء البحر تدخل السلاحف مخابئها وتنتظر بالمئات مثل المسافرين ليصل المد ويأخذها بعيدا. لكن في هذا الوقت عليها أن تتقاسم هذه المنطقة الصخرية مع دوار الحيض البحري. يمكن أن تجتاز قروش الحيض البحري هذه الأعشاب المرجانية بسهولة، وإن كانت محظوظة سترصد رائحة سلحفاة نافقة، لكنها ليست كبيرة حتى تخيف سلحفاة كبيرة. فما يخيف السلاحف كثيرا هو الشمس. تواجه السلاحف التي ما زالت على الجزيرة خطرا متفاقما، ومع أنها قوية وخفيفة في المياه إلا أن أطرافها وجسدها الذي يعد ثقيل الوزن تشكل عائقا كبيرا أثناء توجهها مسرعة إلى المياه، وتكون قدرتها محدودة على تخطي العوائق ويكون تقدمها بطيئا، وكلما أخذت وقتا للوصول إلى المياه تشربت المزيد من الحرارة، وبما أنها لا تملك أي وسيلة للتخلص منها فإنها تزداد تعبا. وتصبح الجزيرة ومنحدراتها المنخفضة وصدعها ورمالها معركة طبيعية من الحواجز. وبما أنها غير قادرة على الرجوع إلى الوراء تعلق كل سلحفاة تزحف نحو طريق مسدودة، ولكنها لا تستسلم، فإذا وجدت أي طريقة لتستدير وتستمر في التقدم فتتبع هذه الطريقة. كما أن الأعشاش تصبح سلسلة من الأفخاخ عليها تخطيها قبل الهروب من أشعة الشمس. وتجد كل سلحفاة تقع على ظهرها غير قادرة على الوقوف من جديد. فلا حول ولا قوة لها. بالقرب من الشاطئ وقعت 3 سلاحف ضحية فخ واحد هذا الصباح.
يكون الموت في الرمال بطيئا ومعذبا، وتصبح السلحفاة متعبة ولا تستطيع التخلص من الحرارة بسبب خوفها وانقطاع تنفسها، وهكذا يتوقف عقلها وجسدها عن العمل شيئا فشيئا، ولا تجد على الشاطئ أي دوار لتقضي على حياتها، لذا تكون ضحية الشمس الحارقة. وفي غياب الدوار الكبيرة تتصرف الكائنات الصغرى وكأنها المسيطرة على السلاحف، فتتغذى الجراثيم من باطن السلحفاة وتصدر غازات تجعل الجسد منتفخا بعد يوم أو يومين، مما يؤدي إلى انفجار الجسد ثم إلى جفافه. تموت بعض السلاحف وهي قريبة جدا من الخلاص. وما تلبث القروش أن تشم رائحة الجثث العفنة القريبة من المياه، وإن صبرت قليلا قد يعطيها المد ما تريد. وبالرغم من مصير السلاحف المحزن، تعد هذه فرصة لا تعوض بالنسبة إلى القروش، وقد تعتمد هذه الأخيرة على هذه الجائزة الموسمية لتتحضر لموسم التكاثر الخاص بها. غير أن هذه القروش ليست الوحيدة المستفيدة، فقد تكون هذه الجائزة الموسمية هي التي تجذب القروش النمرية إلى هذه المنطقة. وكلما ازداد عدد السلاحف النافقة انتشرت رائحتها شيئا فشيئا، فتجذب ضواري المحيط المخيفة. تحتاج كل سلحفاة مستعدة لوضع بيضها إلى طاقتها الكاملة لتجد مكانا ترتاح وتختبئ فيه عندما تترك الجزيرة في هذا الوقت من السنة. بعد أن جذبت الرائحة أحد النمور، حدد هذا الأخير مكانا لفريسة حية. بالرغم من صعوبة التنقل على اليابسة، تتمتع السلحفاة بمرونة فائقة في المياه، فهي تنتقل بسرعة 32 كيلومترا في الساعة، أي 20 ميلا في الساعة. وبعد حين يفقد النمر اهتمامه، فقد تكون المطاردة طويلة هدرا لطاقته، كما أن السلحفاة تبدو وجبة أسهل وهي قريبة. جرف الموج إحدى سلاحف الجزيرة النافقة إلى أعماق البحار. وعلى الرغم من نظره الثاقب، يتمتع النمر بحاسة شم تمكنه من شم رائحة الدم في المياه على بعد نحو كيلومترين، أي أكثر من ميل واحد. كما لا يمكن التغاضي عن رائحة سلحفاة عفنة. يكون قرش النمر حذرا، فهو غالبا ما يهاجم مباشرة، بل يأخذ وقته للتأكد من أن الفريسة لن تلحق به أي أذى. لا يعتبر النمر نيقا في أكله، فيسمح له فمه الكبير وشكل أسنانه أن يتناول تقريبا أي طعام يجده، وفي حين أنه لم يخلق ليقتات خصيصا من السلاحف، إلا أنه أحد القروش القليلة التي يمكنها ذلك. وهذه الفرص هي ما يجذب هذه الوحوش كل صيف إلى جزيرة رين، أو هذا ما يعتقده ريتشارد فيتزباتريك.
ولاكتشاف المزيد يتحضر هو وفريقه لاقتطاف قرش من ذيلك. حتى الآن لا يستجيب سوى قروش الحيد البحري لما يستخدمونه. تقوم الخطة على التقاط قرش بالغ وجره إلى القارب. ليتمكن ريتشارد من وضع علامة لرصده، ولكن هذا يتطلب أكثر من مجرد طعم، إنه يتطلب صبرا. يأمل ريتشارد معرفة معالم هجرة هذه الوحوش الغامضة. ولكن عليه أولا أن يسبح بجوار أحدها. لقد قاموا بالتقاط واحد كبير جدا يزن نحو 200 كيلوغرام، أي ما يعادل 400 باوند. إنه قرش غاضب. لن يتأذى النمر المهزوم من الصنارة، غير أنه قد يقتل ريتشارد بسهولة إذا هرب، وهذا بالفعل ما فعله. لحسن الحظ كانت الصنارة الضحية الوحيدة. إن النمر الثاني أكبر حجما. إنها أنثى بالغة يصل طولها إلى 3 أمتار. وحالما تصل على ظهر القارب يقترب منها ريتشارد كفاية ليربط ذيلها. ومع أنها ما زالت عالقة بالسنارة، فما زال بإمكان ذيلها القوي أن يكسر عظامه. يتطلب ربطها أكثر من محاولة واحدة. وأخيرا نجحت المهمة. حالما يتم الامساك بالقرش من ذيلها وربط جسدها يحدث شيء غريب، تصبح وديعة كالحمل. لا أحد متأكد من سبب حدوث هذا، ولكن من دونه لكان رصد القروش الضخمة أخطر بكثير. على ريتشارد أن يسرع في وضع العلامة على ظهرها قبل أن تعاني ضغطا كبيرا. هذا راديو لاقط صمم ليحدد مكانه كلما خرج الهوائي من الماء. تم شحنه ليعمل مدة سنة، ومن المفترض أن يفتح نافذة جديدة على عالم تلك الظواهر العظيمة الموجودة في المحيط. إنها لا تقاوم بينما ريتشارد يقوم بتحريرها. ما زالت ضعيفة قليلا، لذا سيسبح ريتشارد بجانبها ليتأكد من أنها ستعود إلى طبيعتها. تعتبر هذه القروش جزءا أساسيا من نظام الطبيعة، ولكن لا أحد متأكد من وفائها لهذه المنطقة أو أنها ببساطة تمر مرور الكرام. هل يمكن أن يضطرب ميزان الحياة هنا في جزيرة رين إذا زاد معدل الاصطياد في مكان آخر؟ لن نعرف إلا بعد فهم معالم هجرة هذه القروش. من أجل الدراسة أطلق عليها ريتشارد اسم ريبلي وتمنى لها الحظ في رحلتها. يتم الآن رصد تحركاتها عن بعد. هل تبقى في الجوار طيلة فترة وضع السلاحف للبيض؟ لابد من أنها ستفعل. مع عودة آلاف السلاحف إلى مخابئها يتوافر الطعام بكثرة. لن يمر الكثير قبل أن تشعر سلحفاة حية بقضمة النمر. إنها مسألة وقت ليس إلا. سيكون الموت تحت الماء بوحشية الموت المستمر على اليابسة. إنه آخر فصل الصيف. لا تجد على شواطئ رين أي شخص، بل مساحات من الحفر والطرقات والجثث، ولكن لا شيء يوقف السلاحف.
ولا حتى الإصابات البالغة. من الغريب أن تكون هذه السلحفاة قد حفرت مكانا جيدا لبيضها بواسطة زعنفة واحدة، كما أن العضو الناقص يبطئ تقدمها على الرمل ويضاعف خطر الشمس الحارقة. لا تملك الأنثى التي تعرضت للإصابة إلا العودة إلى البحر حيث تم الهجوم عليها. قد يكون مليئا بالضواري. تعد السلاحف التي أرهقتها الرحلة الطويلة هدفا سهلا أمام القرش النمر. يكمن الأمان بالنسبة إلى العديد من سكان الحيد البحري في العدد أو في العلاقات الاستراتيجية. تجد أسماك شقيق البحر وبيضها مخبأ لها بين المجموعات المتوحشة التي تحبط عزيمة الضواري. فالطريق آمنة، وفي المقابل إيوائها تعطي رفيقها في السكن وهو القريدس الأعمى نظاما أمنيا يعتمد عليه. وفي أثناء الليل يكون تمييز الخطر أكثر صعوبة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالتخفي على شكل سمكة حجرية. أو الجمال المذهل لسمكة الأسد. للتأكد من الحصول على نوم هادئ من دون إزعاج، تغلف السمكة الببغاوية نفسها بغشاء من المادة المخاطية يحميها من حاسة الشم القوية لدى القرش. تقوم السلاحف المستعدة للوضع برحلتها من البحر وإليه خلال ساعات الظلام، لذا تكون في هذا الوقت أكثر عرضة للخطر. خلال النهار ترتاح معظمها على الحيد البحري وتحاول أن تتوارى عن الأنظار. لا يشكل الترس حماية وحسب، بل وبما أنه من الرخام فهو يشكل تنكرا جيدا بين الأعشاب والصخور. يمكنها أن تبقى تحت الماء نحو ساعة، ولكن لابد من أن تترك المكان الذي تحتمي فيه، وذلك لتنشق الهواء. غير أنها لا تبدو على عجلة من أمرها إن لم يكن الخطر محدقا بها. تعطي سلاحف الباحث إيان بيل بعض النتائج المبكرة. يبدو أن الأنثى تبقى على الحيد البحري بين زيارات الوضع. ترتاح خلال الليل في القعر معظم الوقت، إلا أنها تتوجه في النهار إلى مكان فيه المياه قليلة، وقد تكون هذه استراتيجية للدفاع عن النفس. يعتقد العلماء أن القروش النمرية تقضي ساعات النهار في المياه العميقة، كما أن عددها الكبير يؤمن للسلاحف بعض الحماية. إذا يصل كل ليلة نحو 2000 سلحفاة إلى الشاطئ، فلا بد من أن 20,000 منها على الأقل موجودة في المياه المحيطة. وفي انتظار المعركة التالية على اليابسة، تركز السلاحف على مهمتها المقبلة بدلا من التركيز على الخطر وراءها. تشكل الرحلة في اليوم التالي من الجزيرة إلى البحر الخطر الأكبر. عندما تكون النمور بانتظار السلاحف المتعبة.
لا تستطيع السلاحف الخضراء إدخال رأسها وأطرافها داخل الترس، وعلى الرغم من الترس السميك فهي تشكل وجبة سهلة. قد يكون الموت في المياه عنيفا، إلا أنه ليس أسرع من الموت على الشاطئ. سيأخذ القرش النمر المتيقظ وقته، فيدور ويحور ثم يعود إلى ضحيته مجددا. أدى هجوم إلى تحرير بيضها الذي لم تضعه، فهي لم تحفر عشا مناسبا. ولكن عشرات المئات غيرها تفقس في رمال الجزيرة، وهي تواجه يومها الخاص من الحسابات. يقصد طائر مالك الحجين المائل إلى اللون الأحمر جزيرة رين في الصيف ليبدأ موسم الوضع. لا تجد الآن سوى القليل من هذه الطيور، لكن بعد قليل سيصبح عددها نحو 1000. ومثل الخروج تأتي هذه الطيور إلى هنا لتقتات من السلاحف. وصل معدل وضع السلاحف للبيض إلى ذروته، لم تصل إلى الرقم القياسي وهو 14500، ولكن أكثر من 2000 بيضة في الليلة الواحدة ما زال يعتبر عددا مذهلا. في هذا الوقت المتقدم من موسم وضع البيض تجد الحفر في كل مكان، ومن الصعب أن تجد حفنة من الرمال لم يتم حفرها بعد. فتدفن واحدة الأخرى. والآتي أعظم. فقد قامت سلحفاة بنبش العش. قد يكون أحد الأعشاش التي حفرتها. بالنسبة إلى الصغار المدفونة قد تكون هذه نعمة ذات حدين. فالمحظوظة منها قد تجد الطريق إلى السطح أقصر. أما بالنسبة إلى الأقل حظا فقد تصاب بجروح من السلاحف الأنثى غير المتنبهة. في مكان الولادة هذا المكتظ ليست الصغار الضحايا الوحيدة، فيحفر الكبار وتتلف مجموعات من البيض. عند حلول الصباح يحين وقت مغادرة الكبار الشاطئ مجددا، فتترك خلفها أعمالها التخريبية غير المقصودة. ستقوم الشمس بخبز الآلاف من البيض المعرض لها، هذا إن لم تنل منها الطيور أولا. أعداد كبيرة، قروش،
مد منخفض والشمس الحارقة تجد في حرب الطبيعة أخطارا متعددة. ولكن يوجد خطر آخر، قد تتعرض الأعشاش التي حفرت بالقرب من المد العالي لغمر المياه، وقد يتحمل البيض البلل ولكن ليس طويلا فهي ستغرق. في أواخر شهر كانون الثاني يناير يحين فصل الشتاء. تأتي رياح الصيف بالشتاء إلى الجزيرة، فتحل مكان العشب البني اللون والمحروق أعشاب خضراء اللون. ما زالت السلاحف تضع البيض، ولكن بضع مئات في الليل ليس إلا. تعود الجزيرة إلى الطيور، وبخاصة إلى مالك الحزين، فقد وضعت هذه الأخيرة مجموعات من البيض، ولديها الآن صغار جياع عليها إطعامها. لابد من أن تجد أنثى مالك الحزين هذه لتعيش صغارها فريسة تعد مؤونة كبيرة، إلا أنها لا تبحث عن السمك. في صمت الليل تولد شواطئ جزيرة رين، وتظهر المجموعات المنتظرة من الرمال. كانت تنتظر انخفاض الحرارة خلال الليل، فصغار السلاحف ضعيفة جدا أمام الضواري، والدفاع الوحيد الذي تملكه هو الظلمة والعدد. قد تستغرق يومين لتصل إلى السطح، ويا للروعة، تستطيع صغار السلاحف أن تحفر طريقا إلى أعلى عبر أكثر من مترين من الرمال. ستساعدها الطاقة المتبقية لها في جيدها الشحمي على العيش نحو 90 ساعة، وبعد ذلك عليها أن تبدأ بالأكل. وترشدها غريزتها للتوجه إلى الضوء العاكس على سطح المحيط. وتواجه الصغار العواقب نفسها التي واجهت أهلها، ولكن سيساعدها وزنها الخفيف على النجاة من معظم كبواتها، كما أنها ستتمكن من الوقوف مجددا إذا وقعت على ظهرها. ولا تنتهي معركتها مع الحياة عند حافة المياه، بل هي لم تلبث أن بدأت، وهي فريسة سهلة أمام أي سمكة كبيرة نسبيا لتقتات منها. ويعتقد العلماء أن واحدة فقط من أصل 1000 ستتقدم في العمر. أما تلك التي تفقس خلال النهار فهي تواجه ظروفا أصعب. كل ما يتطلبه الأمر هو أن تقوم الغيوم أو الرياح بتبريد الرمال واستقبالها للتوجه إلى عدو مميت. مالك الحزين. كل يوم بعد الظهر تبدأ طيور مالك الحزين بالتجمع على الشاطئ، وهي تنتظر في سكون. تتفاعل بعض الصغار مع انخفاض الحرارة، فتخرج إلى السطح قبل شروق الشمس، وهي لا تعرف ما ينتظرها. تعتبر هذه الصغار فريسة سهلة بالنسبة إلى مالك الحزين. ومثل أهلها لن ينجح معظمها في مغادرة الجزيرة، فعليها اجتياز أعداد هائلة من طيور مالك الحزين المنتظرة. وتجذبها الحركة فتتقدم نحو مجموعات تشبه العصابات.
يتم بلع السلاحف وهي حية وبقضمة واحدة، وحالما يتم التقاطها يصبح الهرب شبه مستحيل. لكن السلاحف الصغيرة تشكل مصدر تغذية أساسيا بالنسبة إلى صغار مالك الحجم. ولكن بينما يقوم أهلها بأخذ ما تستطيع من السلاحف غير المحظوظة، تواجه صغار مالك الحزين ضوارع أخرى. إنها طيور النورس الجائعة. يعد البيض أو الصغار التي تركت من دون مراقبة فريسة سهلة. هذا خطر لا بد من أن يقوم به الأهل. ستقوم بإدخام نفسها من صغار السلاحف حتى تعجز عن الاستمرار. وعلى الرغم من المجازر ما زال عدد السلاحف أكبر، ومع تقدم الليل يظهر المزيد منها وتبدأ البحث عن الطريق نحو المياه، وسيتمكن العديد منها من الهروب من جزيرة رين. ستستمر في التقدم ما دامت تسبح على الخط الموازي للأمواج، وما دامت مؤونتها تسمح لها بذلك. وبما أن الجزيرة تقع في المياه العميقة، فذلك يساعد السلاحف على الوصول إلى المحيط الآمن في وقت قصير. وما زلنا نجهل أين تذهب بالتحديد بعد ذلك، ولكن بعد سنوات تعود الإناث التي نجت إلى الجزيرة. أما بالنسبة إلى القروش النمرية، فقد قام ريتشارد فيتزباتريك بوضع راصد على 2 آخرين، ونأمل أن يبين لنا الراصد تحركاتها في بضعة أشهر. وحتى الآن يبدو أن ريبلي بقي بالقرب من الجزيرة طوال فترة الوضع. حصل إيان على المعلومات من بضعة رواصد وأضاع بعضها. لقد أعطته التكنولوجيا النظرة الأولى عن حياة السلاحف المخبأة تحت المياه حول جزيرة رين، لكن حان وقت الرحيل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى السلاحف، قد تمر 5 أو 7 سنوات قبل أن تتمكن من التكاثر مجددا. وفي أكثر الأماكن قسوة في العالم يبدو أن المعركة بين الضواري والفريسة تتحلى بالعدل الإلهي، وطالما أنه لم يتم التدخل البشري في ميزان هذا العدل الإلهي فلن تفسد حياة هذه المخلوقات، لأن الله تعالى أراد لها التوازن الدقيق. وستكون معركة الحياة العادلة في انتظارها، لأن هذه هي إرادة الله الخالق الرحيم العادل.